السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اجمل ايس كريم يطري على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. هيعجبكم قوي ويعجب اولادكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ونذكر الله وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك. معانا هنا كيلو الا ربع من الحليب، ومعانا 3 معالق من النشا و3 معالق من اللبن البودر، ومعانا حوالي كده 4 معالق من السكر او 5 حسب ما انت بقى بتحبي الحاجه مسكره قوي او متوسطه. يعني ايه، خليه يعني يكون في المتوسط كده، ما يكونش مسكر قوي. فهننزل باربع معالق كده كبار من السكر، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها. هنقلب المكونات كلها مع بعضها عشان النشا ما تكتلش، واللبن البودر برضو يفك كده معانا. كل ده على البارد، يكون اللبن بارد. ضفنا السكر، هنقلبهم كده كويس لحد ما السكر يدوب، ونرفعه على النار على درجة حرارة كده هادية، ما تكونش النار عالية عشان النشا تلحق تستوي وتربط معاك اللبن. انا مش عايزة الخليط يكون تقيل كده، لا انا عايزاه يكون في المتوسط، ما يكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي، علشان لسه هنسيبه شوية يبرد في التلاجة. فطبعا لازم ناخد بالنا ونخليه كده القوام بتاعه متوسط. هنفضل نقلب فيه كده علشان النشا ما تعملش تكتلات لحد ما يبقى معانا بالقوام الجميل ده. شايفين القوام؟ لا هو تقيل قوي زي قوام المهلبية ولا هو خفيف قوي، هو كده القوام بتاعه مناسب. هنحطه بقى في بولة ونغطيه طبعا بكيس شفاف عشان ما يعملش طبقة كده على الوش بتكون مش لذيذة خالص. فالكيس الشفاف هيحميها لك، مش هيخليه يعمل طبقة ناشفة على الوش. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه مناسب جدا، والقوام بتاعه تحفة. كمان كان طعمه جميل قوي، اللبن البودر والنشا والسكر كده كانوا عاطين له طعم تحفة. شايفين انا هنا كنت بدوقه عشان اشوف السكر بتاعه مظبوط ولا لا، ولقيت طعمه حلو قوي. بعد ما سقع في التلاجة كده كان طعمه جميل. وطبعا لازم نسيبه يبرد ويسقع في التلاجة عشان هنضيف عليه دلوقتي الكريم الجانتيه، فلازم يبقى ساقع. زي ما انتم شايفين كده ضفت باكت من الكريم الجانتيه بتاع دريم. بس طبعا لو انت متوفر عندك السايب حط كوبايه من السايب، لانه طبعا الكيس ده كان قليل على الكميه. بس انا بصراحه بحب بتاع دريم لانه بيبقى طعمه حلو قوي وبيخلي الحاجه كده طعمها لذيذ وجميل. جبت المضرب الكهربائي وبدات ان انا اخفق المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما تبقى كريمي خالص، والكميه بتاعتها تتضاعف. يعني عايزه الكميه بتاعتها تزيد، لاننا طبعا هنعمل منها اطعمه كتير دلوقتي. هنعمل منها فراوله، وهنعمل منها مانجا، وهنعمل منها شوكولاته، وتقدري ان انت تعملي اي طعم انت عايزاه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طبعا لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. طبعا شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله. ما كانش عايز تحط عليها حاجه خالص، هي كانت عايزه تتعبى في بوله كده وتتحط في التلاجة تسقع وتتاكل. ما شاء الله كان طعمها جميل قوي. يعني انت هتلاقيكي واقفه تاكلي فيها كده قبل ما تدخل الفريزر. هنا بقى طلعت مانجا من الفريزر، طلعت فراولة، وجبت كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام. وطبعا الكاكاو الخام لازم يكون نوع نضيف، النوع الاسباني بيبقى حلو قوي، تكوني جايباه نوع نضيف كده، علشان طبعا بيفرق في الطعم جدا، لان هو اللي بيطعم الايس كريم الشوكولاته. زي ما انتوا شايفين كده ضفت المانجا، وهضربها كده في الكبة الاول زي ما انتوا شايفين لحد ما تبقى قوامها ناعم خالص. طبعا مش هنضيف اي ميه خالص، عشان كده بقول لكم اضربوها في الكبه، او لو عندك هاند بلندر برضو تقدري ان انت تضربيها بيه. عايزين القوام بتاعها ناعم خالص بدون اي اضافه ميه. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي؟ عشان انا كنت نسيت كده وحطيت معلقتين من الخليط. ما شاء الله شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ وطعمها كان تحفه. هننزل بقى عليها الكميه اللي احنا عايزين نعملها بالمانجا. مثلا عايزه تعملي مثلا الكميه كلها مانجا تقدري تعمليها، عايزه تعملي ربعها مانجا، انا عملت ربعها كده مانجا، وعملت ربعها فراوله، وعملت الكميه الكبيره قوي شوكولاته. بس بصراحه الشوكولاته كانت خطيره، ما شاء الله كانت حلوه قوي، عجبتهم قوي في البيت، واكلوا الشوكولاته كلها الاول من قبل ما اساسا ادخلها الفريزر. يعني هم قعدوا ياكلوها كده ساقعه. ما شاء الله كان طعمها لذيذ جدا جدا. انصحك بان انت تعملي الكميه كلها شوكولاته لو اولادك بيحبوها. يعني انا المره الجايه هعملها كلها شوكولاته، لان الشوكولاته كانت تحفه، والمانجا كانت خطيره برضو من اجمل الحاجات. وطبعا الفراوله، الايس كريم الفراوله دي ليه ناس شويه، لان بيبقى فيه لسعه كده، في ناس معينة اللي بتحبه، لكن بصراحة احنا من عشاق ايس كريم الشوكولاتة.
ما شاء الله، شايفين لون المانجا بقى عامل ازاي؟ اللون بتاعها فتح كده وبقى جميل. طبعا هنفضل نخفق فيها في الكبة كده شوية عشان تعمل فوم والكمية بتاعتها تزيد. طبعا احنا ضايفين كريم جانتيه، في اي حاجة هنضرب فيها كده هتلاقيها الكمية بتاعتها اتضافت. ما شاء الله، كان طعمها تحفة والله، ما كانت عايزة تخش التلاجة، كان عايزة كده تقعدي تتسلي فيها كده وهي ساقعة. هنا بقى جبت الفراولة برضو، وتكون كل حاجة طبعا هنعملها من الفاكهة تكون مجمدة. برضو هضربها في الكبة بدون اي نقطة مية، هضربها كده لحد ما يبقى القوام بتاعها ناعم خالص، ونبدأ نضيف عليها برضو ربع الكمية من الكريمة اللي معانا. طبعا عايزه تعملي كانتالوب هتتلجي الكانتالوب وتحطيه، عايزه تعملي المشمش كذلك، اي فاكهه عايزه تحطيها هتجمديها في الفريزر الاول، وبعدين تضربيها في الكبه وتضيفي عليها الخليط الجميل ده. طبعا الفاكهه كتيره اليومين دول، عايزه تعملي ايس كريم عنب، عايز تعملي اي ايس كريم انت بتحبيه تقدري ان انت تعمليه بالطريقه دي، بس انا استكفيت بالثلاث اطعمه دول. بس الصراحه النتيجه تحفه، ابهرتني بصراحه. ما شاء الله النتيجه كانت جميله. اعمليها كده لاولادك هيحبوها قوي، وكمان طبعا هتبقى موفره لان الايس كريم بره عاد غالي قوي، يعني الايس كريم كل سعره رفع الضعف. اللي كنت بتجيبيها ب5 بقت ب10، اللي كانت ب10 بقت ب15، كل حاجه رفعت. فالاحسن ان انت كده تعمليها لاولادك في البيت، هيبقى حلو، هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. شايفين بقى ايس كريم الفراوله لونه عامل ازاي وطعمه كان جميل قوي. بس ايس كريم الفراوله من الحاجات اللي مش عايزه تغيب في الفريزر قوي، يعني عايزه تتاكل كده في يوم او اتنين، زي المانجا والشوكولاته. شايفين انا دوقت طعمها، لقيت طعمها كده في لسعه، لان طبعا كمان الفراوله اللي انا كنت مفرزاها ما كانتش مسكره قوي، فده برضو بيفرق. لو انت عندك الفاكهه مسكره قوي هيفرق ان انت مش هتحطي سكر كتير. ضفت انا بقى معلقتين من السكر كده وقلبتهم مع بعض. وطبعا لو انت عايزه اللون بتاعها يبقى احمر قوي تقدري برضو ان انت تضيفي لها لون من بتاع الطعام الاحمر، سنه صغيره خالص، هتخلي اللون بتاعه احمر زي اللي انت بتجيبيه من بره بالظبط. اهم حاجه لو جربت الايس كريم وعجبك ما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك عشان يستفيدوا من الفيديو. شايفين بقى برضو حطيناها ببوله كده، وهندخلها طبعا الفريزر ساعتين 3 كده، وتبداي ان انت تخرجيها وتاكليها، وبالهنا والشفا على قلبك. طبعا جبت بقى بقيه الكميه دي، طبعا نص الكميه، لان انا حبيت ان انا اعمل الكميه الكبيره شوكولاته، لان عمر ابني من عشاق ايس كريم الشوكولاته. ما شاء الله نوع الكاكاو كان حلو جدا، كان نوع الكاكاو اسباني، كان لونه غامق كده زي ما انتم شايفين، وطعمه كان تحفه. في كاكاو كده بتجيبيه بيكون طعمه مش حلو خالص، لا الكاكاو ده كان طعمه جميل قوي. ولونه مميز، وكمان ريحته كانت حلوه قوي. مسافه ما بتحطيه كده على الكيكه او على الحاجه اللي انت بتعمليها بيخلي الريحه والطعم في مكان تاني. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى خفقت كده الكميه كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين، ونزلت الجوانب كده بالاسباتيولا عشان ما يبقاش فيها اي كريمه بيضه خالص. طبعا لو انت عايزه ايس كريم فانيليا هتسيبي شويه من الكريمه، ما تحطيش عليها حاجه خالص. هتجيبي بقى العلب اللي انت حابه تفضي فيها الايس كريم، وتبداي ان انت تنزلي بالايس كريم العسل ده كده في العلب. انا كان عندي العلب ديت كانت بتاعه ايس كريم، وما كانت بتفضى كده كنت بغسلها واشيلها كده للحاجات اللي زي كده، لما ابقى اعمل ايس كريم يبقى عندي العلب ديت. ما شاء الله كان الكميه بتاعتها حلوه، يعني مش هتبقى الكميه بتاعتها كبيره، وكمان هتطلعيها كده من الفريزر تسيبيها تهدى شويه وتبداي ان انت تاكليها. هي اساسا اتاكلت وانا واقفه. شايفين عمر اكلها واحنا واقفين كده، قعد ياخد من العلب دي وبدا ان هو ياكل كده من قبل ما تتلج اصلا. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. لو انت مش حابه تحطيها في علب زي كده تقدري ان انت تحطيها في بوله كبيره، وتفضي كده بمعلقه الايس كريم بعد ما تجمد على قد اللي هياخد، علشان لو انت كده حابه تشكلي ايس كريم فراوله كده على مانجا على شوكولاته، تقدري برضو ان انت تعملي كده براحتك خالص. فضيت الكميه اللي كانت معايا كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عملت معايا ست علب من دول. ما شاء الله الكميه حلوه قوي، وكمان الطعم كان تحفه. هندخل بقى الجمال ده كله الفريزر كده ساعتين 3، وتبداي ان انت تقدميهم، وبالهنا والشفا على قلوبكم. تعالوا بقى نشوف بعد ما خرجت كده من الفريزر كانت عامله ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. وطبعا لازم قبل ما نقدمها نسيبها تهدى كده حوالي 5 أو 10 دقايق عشان تبقى سهله معانا كده، ونعرف نطلعها بالمعلقه بتاعه الايس كريم.
شايفين بقى ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي، حاجة كده تحفة. بس طبعا كانت عايزة كمان تقعد شوية علشان ايه تسيح معاك كده حبة، وتقدري ان انت تطلعيها بكل سهولة. ما شاء الله الطعم كان تحفة، والشكل كان جميل كده زي ما انتم شايفين. الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديدة هتعجبكم قوي، واكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه، وانا باذن الله هعمل لكم اي وصفات انتوا حابينها. هنختم معاكم الفيديو بقى بالايس كريم التحفه ده. شايفين المانجا تحفه، والفراوله اجمل، والشوكولاته بقى حاجه كده فوق الجمال. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.